ولا تحكم على مستقبلك من الآن. فالأنبياء رعوا الغنم ثم قادوا الأمم، وصحيح أن كيدهن عظيم، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يستعذ من كيد النساء، بل استعاذ من قهر الرجال. ستبقى في دائرة الضياع والأحزان ما دامت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك. الصلاة مقرونة بالفلاح، حي على الفلاح، فكيف يفلح من لا يصلي؟ ولك الحرية أن تكره أفعال شخص ما، ولكن ليس من حقك أن تشوه سمعة من كرهت. وانتظر الفرج وكأنك على موعد معه، إن يتأخر الفرج لا يعني أنه لن يأتي، فأقدار الله مبطنة بالرحمات، ولكننا قوم مستعجلون، ومحال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. وسألوا حكيما: من تحب أكثر، أخاك أم صديقك؟ فقال: أحب أخي حينما يكون صديقي، وأحب صديقي حينما يكون أخي. وليس البكاء على النفس إن ماتت، ولكن البكاء على التوبة إن فاتت. أستغفر الله وأتوب إليه. وقل: يا رب، إن كان هناك حاسد يكره أن يراني سعيدا فارزقه سعادة تنسيه أمري. ونحن في امتحان، وفي أي لحظة قد يتم سحب ورقتك وينتهي وقتك الذي خصصه الله لك. فضلا ركز في ورقتك واترك ورقة غيرك.